السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزين نعمل التريليتشا او القشطوطه. التريليتشا او القشطوطه دول كده 400 جرام دقيق نخلناه عشان ما نضيعش وقتكم، بس ايه وما اطولش عليكم في الفيديو. نخلناه وحطيت عليه ذره ملح كده اساسي، وكمان هجيب 3 معالق كبار كده من النشا. ادي 1، ادي 2. دي مش كامله بقى، المعلقه دي مش كامله عشان ببقى دايما ماسكه الكاميرا كده. 2 والثالثه اهي، الثالثه ثابته. المهم انتوا عيروا انتوا كويس بايديكم عشان بس الكاميرا بس ماسكاها كده. 3 معالق من النشا، تمام. وهنحط بقى بيكنج باودر، وهنحط كيسين فانيليا كده ونفرغها. خلاص فرغت الفانيليا وفرغت كمان البيكنج باودر كده، وهبتدي بقى اوزع 3 معالق كبار من الدقيق على 400 جرام من الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، علشان احوله يعني يبقى قريب كده من الاسبونج. وهو ده احنا برضو هنعمل في فيديو دقيق الاسبونج، هو كده بالطريقه دي كده قريب قوي عشان نقرب ليه، عشان نعمل تريليتشا ونحولها لقشطوطه. هنعمل الكيكتين على بعض يعني في كيكه واحده. تابعوا معانا. مقادير بقى الثانيه للسوائل: كوبايه كامله كده لتر من الحليب. على فكره الحليب قطع بسبب الحر، فبرضو هيكمل الوصفه ومفيش اي مشاكل، هيدي برضو كيكه احسن واحسن. وكوبايه الا ربع من السكر، ونص كوبايه، وعايزه تزودي تخليها مسكره قوي ممكن تعمليها كوبايه من السكر اللي هو الحبيبات بس يكون ابيض، و4 بيضات، وهنحط معلقه خل كبيره. وهنضرب كل ده في الخلاط عشان ما نضيعش وقتكم. هضرب في الخلاط ونشوف هنعمل احلى كيكه تريليتشي او كيكه القشطوطه. خدت المكونات بتاعتي وهضرب في الخلاط كده لحد ما البيض يفتح، لحد ما يفتح يعرف ان هو اتضرب ويدي فوم اكتر. كل ما يفتح كل ما يدي فوم اكتر. هفضل اضرب فيه كده، وبعد كده انزله على الخليط الجاف، واكون عامله المبطنه الصاج كده بدهن السمنه كده. عايزه تحطي ورق زبده مفيش مشكله، عايزه تعملي الحركه دي وتحطي فيه مفيش مشكله، بس انا بسيب الحركه دي. وبعد كده اروح واخده معلقه. شايفين البيض فتح ازاي؟ واحط كده معلقه خل نون، ومعلقه الخل دي بتدي هشاشه للكيك مش طبيعيه. وهنزل كده زي ما انتم شايفين كده على الخليط اهو. شايفين البيض يفتح ازاي؟ كل ما تضربي اكتر كل ما بيفتح، تمام. وانزل بقى الخليط الجاف وافضل اخلطهم على بعض كده بالتدريج لحد ما يتجانسوا مع بعضهم. وبعد كده نصبهم في قلب في قلب الصاج ده كده اللي احنا مبطنينه بالسمنه. وهفضل اقلب في اتجاه واحد، ما اروحش بقى اروح يمين وشمال، لا في اتجاه. طالما عملت يمين افضل اعمل كده اتحرك زي ما انا لحد ما الخليط يمتزج في بعضيه. وبعد كده نصب. الخليط بتاعي تقيل كده، بزود مطرح المج بتاعي كده ميه، مفيش مشكله عادي ولا اي حاجه. نفضل نلف لحد ما يخف معانا ويبقى خفيف جدا علشان يديني كيكه هشه جدا. وافضل اقلب كده زي ما انتم شايفين، وافضل ماشيه كده لحد ما الخليط يبقى اخف من كده شويه. بقى زي ما انتم شايفين كده كوبايه ميه كمان، علشان انا عايزه الخليط كده يكون زي ما انتم شايفين كريمه، اكني بعمله كريمه، تمام اهو. وهبتدي بقى خلاص خلطناه وضربناه كويس قوي 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 كده من الضرب، تمام. وبعد كده نصبه في الصاج. بسم الله كده ابتدي اصبه كده في الصاج لحد ما الخليط كله يتوزع على الصاج كله، ونوزعه بعد كده بالاسباتيولا. خلاص الخليط اهو زي ما انتم شايفين صبيناه كله، وابتدي بقى بوزعه كده على الصاج كله، على الصينيه كده كلها، تمام. وابتدي اوزع كده بالتساوي علشان ما يبقاش فيه حته كبيره حته عاليه وحته واطيه. احس ان يعني احس ان يعني لا، انا عايزاه كده يبقى كله زي ما انتم شايفين كده. وبدي الصينيه خطوتين، ومش بس كده كمان بمشي بالستيكس كده، بعمل حركات دائريه كده. الحركات دي زي ما يكون اي فقاعات في الهواء كده تطلعها، اي فقاعات في الهواء تطلع من الهواء تحت تطلع، عشان ما تعملش فراغات للكيك. يعني هي مش الفراغات اللي هي الفراغات الواسعه، لا، عشان تبقى كيكه كده هشه وجميله ونافشه، تمام. وهحطها بعد كده على درجه حراره 170 تلت ساعه. مفيش حاجه اسمها نص ساعه يا جماعه، لا، الكيك ما بيستويش للدرجات دي، ما بيقعدش وقت كبير قوي. وهحطها على اخبطها خبطتين، وبعد كده انزلها احطها في الفرن درجه حراره 170. زي ما انتم شايفين كده الكيك ما فيهاش ولا غلطه والحمد لله، وهي طالعه زي الاسبونج بالظبط. ليه؟ عشان حطينا لها النشا. وابتدي بقى اخرمها كده طبعا بتعملي اختبار للكيك، بتدوسي كده من النص طلعت نضيفه يبقى تمام ما فيهاش اي حاجه. ابتدي بقى اخرمها كده عشان هسربها عصير مانجا.
بتهزري يا نونو هتشربي الكيك عصير مانجا؟ اه والله، بس لما تهدى شويه. انا عملت كده خلاص العصير اهو ضربته في الخلاط، بس اسيبها تهدى شويه بعد ما شكشكها كده واخرمها عشان ايه تشرب كل العصير. وبعد كده نضرب الكريم شانتيه وهنشوف نعمل تريليتشا بالقشطوطه والمانجا، نحولها الاثنين يعني هنعمل كيكتين نضرب عصفورين بحجر. تمام وكده خلاص شكشكتها خلاص بالخله عشان تشرب كل العصير. اما تهدى بقى نبتدي نشربها كده. نص كوبايه سنترافيش سكر على 3/4 كريم شانتيه خام، وهحط لها معلقه باف باستري، معلقه كبيره كده. ليه؟ عشان الكريم شانتيه الكريمه تبقى احلى وعززها قوي، عزز الطعم فيها قوي. وطبعا هنضرب مج كده ميه همناه ومكعبات التلج بقى، كوبايه ميه ساقعه كده، مج ميه ساقعه على مكعب تلج كده، وابتدي بقى اضرب اخفق. تمام في الميه المتلجه، وهنزل بالكريم شانتيه والباف باستري كده، وابتدي بقى ايه اضرب بالمضرب بتاعي بسم الله كده. عارفه انا حاسه ان الكاميرا مزغلله النهارده دي. هديت خالص بقى، وهسقيها بقى بالعصير المانجا كده زي ما انتم شايفين كده. سيبها تشرب خالص، تشرب تشرب تشرب. انا عايزاها كده تبقى طريه وجوسي وجميله. لسه هنحط لها كريم شانتيه بس كده لحد ما تشرب بس. زي ما انتم شايفين كده ضربت خفقت الكريمه كده، وهنزل كده هوزع على الكيك بتاعي بعد ما شرب طبعا المانجا، وهسيبه شويه بقى في التلاجة. بعد شويه بعد ما اوزعه كده واروق عليه واسيبه يشد شويه في التلاجة، وبعد كده هنعمل له بقى جيلي ونقطع عليه طبعا ايه مكعبات المانجا بتاعتي بقى. انا جايباها مش فريش، ما كسلت انزل بقى جايباها من الفريزر فمش هتلاقوها فريش. خلاص بقى الكريمه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين وزعتها على الصينيه بتاعتي كده، وهسيبها شويه في الفريزر تشد شويه. تمام هي اسيبها بس كده، اهم حاجه تكون ايه بتسوى بعضها كده. وهسيبها بعد كده نشوف هنعمل الجيلي وبعد كده المانجا عشان نعمل احلى مسرسحه على تريليتشا، يعني دي على دي. تمام طبعا باكت جيلي هفرغه على كوبايتين ميه سخنه، وبعد كده هحط عليه كوبايه ميه ساقعه. طبعا انا ما لقيتش خالص في السوق مانجا، زي ما يكون المانجا اليومين دول شد قوي مش لاقياها، فجبت مش مشكله، وهنعززها شويه بشويه مانجا من عندنا من العصير. هنزل بقى الكيس الميه السخنه كده على الجيلي كده، هي كوبايه. وبعد كده طبعا احنا هنزود وهنقلب كويس بس عشان الجيلاتين ايه يدوب فيها كده. تمام هو المفروض اعمل كوبايتين، فانا عايزه الجيلي بتاعي يبقى تقيل شويه، وهعززه برده بمانجا علشان انا مش لاقيه، ما لقيتش مانجا خالص، فمش عارفه الظروف دايما معايا بايظه ليه كده، يعني زي مني بشتغل فدايما ببقى جايه مستعجله مش فاضيه ان انا ادور. خلاص بندوب الجيلاتين خالص كده فيها، وبعد كده هنزودها بميه بارده وهنعززها بشويه مانجا. الجيلي كده، وهنزل بكوب ميه بارده كده. انا عايزاه يبقى جامد ومتماسك لدرجه ان انا كمان حطيت له كمان معلقه جيلاتين من عندي كده عشان ايه اتقله قوي، وابتدي ادوبه كده. وبعد كده هنرص بقى المانجات بتاعتنا ونرص الجيلي ده كده ايه على الكيك عشان يديلها كده ايه لمعه وتماسك. مش هحط مانجا بقى عشان هتغير اللون خالص، ان اللون عندي هنا جامد خالص. الكيكه بتاعتي رائعه سبحان الله، المج بيطرقع من الميه الساقعه. خلاص كده زي ما انتم شايفين كده قطعت المانجا. على فكره المانجا دي مفرزنه مش فريش، فانا ايه يعني لو عندك مانجا فريش هيبقى احسن واحسن. المانجا دي مش يعني متفرزنه عندي كده، فبرضه شغاله مش مشكله. تمام عشان نطلع برضه ايه باحلى وصفه. تمام هنزل كده بقطع المانجا على التريليتشا او المسلسحه او القشطوطه بقى. هي بصي واخده سكه كل الكيكات. تمام يعني بدل ما نسقيها بالحليب سقيناها اللهم ذكرني ما نسيت، سقيناها بالمانجا. تمام وهنزل كده قطع المانجا اسويها بقى واخلصها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. خلاص بقى ما ازود المانجا بقى اكتر من كده عشان الكيكه سايحه على الاخر. وهبتدي بقى انزل بالجيلي كده بالراحه، بعمل كده بالمعلقه عشان ما يعملش حفر. اوزع الجيلي كده زي ما انتم شايفين على كل الكيكه بتاعتي علشان يعمل طبقه كده ثالثه. تمام ما اعملش طبعا، لازم اعمل ايه بالاسباتيول كده عشان ما يعملش حفر. واسيبها بقى شويه كده تتماسك في الثلاجه بس مش هتاخد كمان كده. هنا بقى شويه كمان وزعت.
ادي كيكتنا النهارده، الكيكه التريليتشا عملناها كده، اول اشطوطه اول مسرسحيه عماله تسيح، البتاع شغال على الاخر، فانا ما رضيتش اكمل اكتر من كده. يلا لو عجبك الفيديو لا سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، بس استعملي بقى مانجا فريش احسن من المفرزنه، يعني هتديكي نتيجه احسن. السلام عليكم. الكيكه زي ما انتم شايفين غرقانه مانجا على كريمه سايحه، بيسموها المسرسحه، عشان كده بتسرسح على القلب من كتر الكريمه اللي فيها. فانا هسيبها تتماسك بقى شويه في الفريزر، وبعد كده نقدمها لكم. يا جماعه اللي ما جربش القشطوطه دي يعني بصراحه فايته كتير. القشطوطه او التريليتش يعني كيكه بصراحه ربنا جميله جدا، تحفه، هتعجبكم قوي. يلا لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا المفروض تقعد في التلاجة ساعتين عشان تشد، بس احنا ما استحملناش بقى، يعني ساعتين وبعد كده بقى تكون دخلت في بطننا. السلام عليكم. يا جماعه اللي ما جربش القشطوطه دي يعني بصراحه فايته كتير. القشطوطه او التريليتش يعني كيكه بصراحه ربنا جميله جدا، تحفه، هتعجبكم قوي. يلا لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا المفروض تقعد في التلاجة ساعتين عشان تشد، بس احنا ما استحملناش بقى، يعني ساعتين وبعد كده بقى تكون دخلت في بطننا. السلام عليكم.